السلام عليكم. معكم كارس ياسين. من اصعب الاماكن العمل هما في هاد المستودعات الضيقه. واش عارف بلي الا مشيتي حتى قصتي او ضربتي في شي مخزون مشى كلشي، غتريب ديك البنايه كامله. علاش؟ حيت كلها مشدوده في بعضها. فاش انت كتسطح الحموله هنا فعرف ان الهي حتى هو طاح بحال ضرب الزلزال. يعني خاصك تكون راد البال اكثر في هاد المستودعات الضيقه. قبل ما تدور ضرب حساب لا تقيس من الخلف ديالك. ونصيحة، ما عمرك تقول راه وليت شاد العبار او حافظ. غنقول ليك بلي البحر كيدي غير العوامة. هذه نصائح ديال الحيطة والحذر باش تكون صاحب خبرة. بصح هي تكون ما كتثيقش بخصوص في هاد المستودعات الضيقة. ما كيبغيوش الخفة او التقمار. دور بشوية عليك وطل مزيان قبل ما تخشي الحمولة. وملي تحط تأكد واش تبتات وخرج لي فورشيط غير بحذر. وهاد المعلومات باش كتأكد وما تايقش. ونزيدك، ما بانش ليك البلاصه قاده ما تدخلهاش، او ما واصلش ليها الكلاك ما ترفعهاش. كون اشد الحذر من هاد المخازن. ولا مشى حتى طاح هاد المستودع راه مشى كلشي وغتخسر خدمتك وسمعتك. والاماكن ولات كلها كاميرات. كنتمنى تكون وصلت المعلومه وتكون استفدتي. ما تنساش دعم الفيديو باللايك والاشتراك في القناه الا مازال مشتركتيش، ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.